السلام عليكم أصدقائي وصديقاتي، شنو أحوالكم؟ لاباس؟ الصحة بخير؟ إن شاء الله ربي يدوم علينا نعمة الصحة. يا البنات كما نعرفوا الناس الكل الدنيا سخنت والدنيا صيف والصغار يموتوا كان على الماكلة الشايحة. اليوم حبيت نعمل لكم هالصحين ما شاء الله متنوش من كل حاجة. هذا مرقاز مدخن، سجق مدخن، هذا قرع مبطن بطريقة هباء يجي مقرمش من برا ومن داخل طري، ومعاه البطاطا زادا كيف كيف، قرين فلفل مقلي، طريف سلطة، وهذه صوص طوماط بالزعتر والثوم مصلى على سيدنا محمد. كله دياري في دياري إن شاء الله. على كل حال تعجبكم الوصفة وتدخلوا للفيديو وتطبقوها بإذن الله ما تندموش. هذا هو دبارة اليوم وهذا هو فيديو اليوم. بالنسبة للخضار اللي باش نستعملها البنات أو باش نتوكل على ربي، عنا شوية فلفل وطماطم كما تراو، بطاطا مقصوصة رونديلات، قرع أخضر مقصوص رونديلات، وهذا كرطي المرقاز اللي هو البطل متاع الوصفة متاعنا. بالطبيعة القرع غسلته وقصيته وملحته في الماء وسقطرته. هذه البطاطا كيف كيف قصيتها وملحتها في الماء ومن بعد سقطرتها. هذوما سنينة ثوم باش نحطوهم للطماطم. وتوا باش نتوكلوا على الله البنات، باش نبداو بالقليان متاع القرع. أما من الأول باش نوريكم طريقة التفويح متاعو باش يجي مقرمش وبنين. ناخذ وعاء كيما هكا بلاستيكي ولا اللي عندك، نحطوا فيه القرع متاعنا بعد ما تأكدنا اللي هو شاح من الماء بالكدا باش نضيفوا له توا محكار 3-4 ملاعق فارينة اللي هي دقيق الأبيض، شوية راس حانوت تابل وكروية، شوية ملح مش برشا خاطر ملحناها احنا قبل، شوية فلفل أسود، وشوية ثوم بودر للي عنده. اللي ما عندوش ينجم يستغنى عليه، أما راهو يبنن ياسر المقلي الثوم البودر. ونبداو نخضوا البنات في محتوى هكاكا حتىكش كعبات القرع يتغلفوا بك الكوش اللي عملناها اللي هي الدقيق الأبيض والتوابل. يلزمنا بالكدا نقوموا بالحركة هذه. تو نوريكم من بعد كيفاش الكعبة تتغلف. الطريقة هذه البنات تسمح لي باش يجي القرع متاعي من برا مقرمش. ويني كيفاش تغلفت ريناها الكعبة. هذاك الهدف باش القرع متاعنا يجي بنين. البنات كي تبدا كعبات مازالوا ما تغلفوش نواصلوا في الحركة هذه واحدة واحدة لين الكعبات متاعنا الكل يتغلفوا، ونمروا بطبيعة الحال للقليان. لهنا تسكب كمية لاباس بها من الزيت وتتأكد اللي هو سخن بالكدا. ولهنا عنا الحليب كما متعودين باش يبقى الزيت متاعنا نظيف. كل رونديلة قرعة كما تراو نغطسوها في الحليب هكاكا هاكا تراو باش تتبطن بالكدا، ونحطوها تتقلى كالزيت الحامي. هاكا البنات الزيت حامي بالكدا تراو فيه. اما من بعد ما تعبي المقلة متاعك لازمك توطي الغاز، توطي في النار شوية باش يطيبوا من داخل ومن برا الكعيبات. وصدقوني البنات اللي جرب القرع بالطريقة هذه والله لما يرحم على والدي، على خاطر الطريقة هذه راهي أبن طريقة تحضر بها القرع المقلي المبطن. هو طول البنات حضرت معنا الرشة الأولانية، حبيت نوريها لكم عن قرب باش تراو كيفاش القرع أحمر من برا ومن داخل. هاني باش نحل كعيبة ونغزر ريته من برا مقرمش ومن داخل طري ماء زبدة. وتوا البنات بعد ما كملنا القرع نمروا للبطاطا نفس العملية. اما البطاطا ما نحطولهاش دقيق ابيض، راهو نحطولها نشاء الذرة باش تجينا مقرمشة كيما متاع المحلات بالضبط. وحطيت لها زيادة هي شوية ثوم بودر، شوية راس حانوت، شوية فلفل اسود، وشوية ملح. نأكد على الملح شوية على خاطر انا ملحنا البطاطا قبل بساعة في الماء المالح وسقطرناها ونشفناها، من بعد فوحناها بالطريقة هذه. هاكا البنات نتأكدوا بك الهزة هذيك اللي الكعيبات تغلفوا الكل بالنشاء. توا هذايا هو الزيت بيدو متاع القرع، نحطوا فيه كعيبات البطاطا متاعنا ونصبر عليهم واحدة واحدة. بالطبيعة ديما بعد ما نعمر المقلة نقص شوية للنار باش تسيب البطاطا من داخل ومن برا. ولهنا البطاطا متاعنا قريبة تطيب البنات، نوريها لكم
شوفوا ما شبه اللون الذهبي ما شاء الله. كي تاخذ كعبة وتضربها على الصحن تسمع الصوت متاعها، معناها راهي مقرمشة بالكدا بالكدا. وتوا البنات باش نتعداو لتحضير المرقاس. خذيت لهنا المقلة كيما تراو، ما حطيت فيها حتى قطرة زيت، هيك شايحة ما فيها شيء. سخنتها بالكدا، من بعد حطيت كعيبات المرقاز متاعي باش تعرفها البنات سخونة كي تعملك الصوت متاع التش، معناها راهي سخونة بالكدا. عمرك لا تحط المرقاز وهي باردة المقلة، على خاطر المرقاز يشد فيها ويتفترش وما يطيبش بالباهي. تو نعمروها كما كيف البنات كما تراو. نأكد بالكدا اللي ما تحط حتى قطرة زيت، راه مش باش نعملوه مقلي احنا المرقاز، باش نعملوه مشوي وبدون فحم. او تراو الطريقة كيفاش نعطيها المذاق متاع التدخين من غير ما نشويه على الفحم بالنظافة كما هكا. والبنات ما نغفلش عليه، توا نحرك ونقلب على الوجه الثاني باش معناها يطيب من داخل ومن برا. وهذه الطريقة البنات متاع تدخين، ناخذوا كعيبة فحم نشعلوها على النار، نحطوها في طرف ألومنيوم ونسكبوا عليها نكيتة زيت، نراوق الدخان متاعها بدا يخرج، نكبوا عليها الغطاء كيما هكاكا باش المطعم متاع الفحم الكل يرجع على المرقاس ويعطينا نكهة التدخين من غير ما نشويوها على الفحم. وهذا الصحين متاعنا بديت نزركش فيه البنات. حطيت صف بصف، صف قراعة وصف بطاطا، رشة معدنوس، كعيبات المرقاز، قرين فلفل. وهذه الطماطم طيبناها زادة مقلية محمرة في الزيت، زدناها كسنينات الثوم، وهذه كطريف زعتر باش يعطيها كالمطعم متاع الصوص بيتزا وتجي كيما متاع المحلات بالضبط. البنات هذايا الصحين متاعنا حضر ما شاء الله، نودك ولا نشهيك، أكلة صيفية بامتياز. وزدت زينتها بشوية رونشات قارص للي يحب يستعمل القارص اللي هو الليمون. وهكاك نكونوا رضينا صغيراتنا، وإن شاء الله تجربوا الوصفة البنات وتنال رضاكم. وصدقوني بنا عالمية في المرقاز مشوي بالطريقة هذه. على كل حال نبقيكم على خير، إلى اللقاء وباي باي.